السلام عليكم، أهلا بيكم في الدرس رقم 19 في دبلومة كانفا بالعربي. والنهاردة هنشتغل مع بعض التصميم الجميل ده، والتصميم ده نوعه تايبوجرافي، يعني معتمد على الديزاين بالنص. وهنتعلم مع بعض تريكات كتير زي ازاي تعمل في الحرف تخلي جزء منه متلون بلون والجزء التاني اوتلاين زي ما انتم شايفين. وطبعا ازاي تدمج البوردر مع الكلام مع الخلفية مع الفور جراوند بتاعتك عشان تطلع ديزاين زي ده. والديزاين ده بيقول push your limit، يعني اكسر حدودك أو زق نفسك خارج منطقة الراحة، علشان دايما التطور بيكون في المكان اللي مش مريح ليك. ولو انت عايز تتطور في الجرافيك ديزاين لازم تنضم لجروب التليجرام اللي موجود في صندوق الوصف. الجروب ده مجاني 100% وهيعلمك ازاي تكون جرافيك ديزاينر شاطر، وانا بتابعك فيه بنفسي. ومش هطول عليكم ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. اول حاجه هنعملها ان احنا نفتح موقع كانفا زي ما احنا عارفين. وبعد ما فتحت الموقع هعمل create a design. هتطلع لي الشاشه دي ومن هنا هختار تي شيرت. التصميم بتاعي على تي شيرت لونه اسود، فهخلي خلفيه هنا لونها اسود. وعشان اغير الخلفيه هختار التمبلت بتاعتي وهاجي هنا على الباك جراوند كلر اضغط عليها وهخلي اللون هنا اسود. وبعد ما غيرت لون الخلفيه هبتدي ان انا اكتب النص بتاع الديزاين بتاعي. الفونت بتاعنا النهارده قوي جدا واسمه مضحك جدا، فمش لازم انك تنطق اسمه، ولكن لازم انك تبقى عارف ازاي تكتبه. الفونت بتاعنا النهارده اسمه بالالاباس، وعلشان اكتب الكلام هاجي هنا عند التكست تول وهعمل اد هيدنج، وبعد كده هكتب الكلمه بتاعتي اللي هي كلمه بوش. وبعد ما كتبت الكلمه دي همسك الت شيفت وامسك الكلمه وانزل بنسخه تانية تحتها، وهنا هكتب مكانها كلمه ليميت. وبعد كده همسك كلمه ليميت وانزل بنسخه ثالثه تحتها واكتب كلمه يور. كده احنا كتبنا الكلام اللي هنعمل بيه الديزاين بتاعنا. تعالوا بقى نختار الفونتات بتاعتنا ونظبط التصميم. كلمة بوش وكلمة ليميت هيبقوا فونت واحد، وكلمة يور هتبقى فونت مختلف عنهم. فأنا همسك الكلمتين دول مع بعض وهغير الفونت بتاعهم مرة واحدة. بعد ما مسكتهم هروح هنا عند الفونت وأضغط عليها، وهاجي هنا في السيرش بوكس هكتب الأربع حروف دول PAAL. هتلاقيه دايما طلع لك هنا بالالاباس وايد، فهتضغط عليه عشان تختاره. وبعد ما عملت الفونت بتاعي هبتدي ان انا اكبر شويه، ممكن اخليه 320 واضغط انتر. هتلاقي الكلام كله كبر زي ما انت شايف. ابتدي اظبط الكلمتين مع بعض بالشكل اللي انت شايفه ده. هكبر المسافه اللي هنا حاجه بسيطه وهدخل كلمه يور ما بينهم زي ما انت شايف دلوقتي. وبعد ما دخلت كلمه يور ما بينهم زي ما انت شايف كلمه يور ورا هطلعها قدام، وطبعا عشان كل حاجه باللون الابيض فانت مش قادر تميز. فتعالوا مع بعض نلون الكلمات عشان نعرف مين قدام ومين ورا. همسك كلمه بوش وكلمه ليميت مع بعض والونهم لون واحد زي ما انت شايف كده. هاجي هنا على التكست كلر واضغط عليها وهختار الدرجة اللي انت شايفها قدامك دلوقتي، هو ده اللون الاحمر اللي انا اخترته. وانت كمان ممكن تختاره معايا. وبلاش في الستايل ده نستخدم الوان الفقعة اللي زي الالوان اللي انا بختارها دلوقتي. بلاش الدرجات الفقعة قوي من الالوان دي، خلينا نستخدم الوان تكون شوية ميتة زي اللون الاحمر اللي انت شايفه ده. ودايما اتأكد ان الكلام بتاعك بيبتدي من نفس الحتة وبينتهي عند نفس الحتة من عند حرف التي هنا. وكلمة يور هنا هنستخدم فيها فونت احنا عارفينه كلنا اللي هو فينتج روتر. وعشان اغير الفونت بتاعها هضغط هنا على الفونت وهبتدي اسرش على الفونت بتاعي. بعد ما كتبت فينتج هنا هتلاقي فينتج روتر موجودة هنا. وبعد ما ضغطت عليها الكلمة كلها اتحولت، بس انا مش عايزها كلها كابيتال، فهبتدي ان انا اكتبها بشكل صح. وكده انا كتبت بقية الحروف سمول. عايز اكبر الكلمة شوية هخلي الحجم بتاعها 210 وهضغط انتر. وبعد ما كبرت حجمها مش هحطها في النص دلوقتي، هنزلها تحت عشان عايز العب في الكلمتين دول عشان ما تزاولش بلايرز انا مش محتاجها دلوقتي. فممكن تنزل الكلمه بتاعتك دي تحت شويه وتبتدي تظبط الديزاين، بعد كده ترفعها فوق في الاخر. الكلمتين اللون زي ما انت شايف مالي كل الحروف. انا عايز الحروف تبقى في حروف متفرغه اوتلاين وحروف فيها لون، وعايز اخلي حرف الام نصه فيه لون ونصه متفرغ اوتلاين. الحركه دي في ناس شافتها وسالتني عليها على الجروب، فاعتقد بعد الفيديو ده هيعرفوا ازاي يعملوا الحركه دي بسهوله. والموضوع سهل وبسيط جدا ولكن عايز شويه تفكير. دلوقتي الاساس عندك ان انت هتعمل من كل كلمه نسختين. نسخه هتكون في الخلفيه وهي اللي هتكون مليانه لون، والنسخه التانيه هتكون قدامها وهتكون اوتلاين، وما بينهم هتحط ريكتانجل باللون الاسود تخبي فيه النسخه اللي مليانه لون وتظهر فيه بس النسخه اللي فيها اوتلاين. طبعا ولا كاني قلت حاجه ومحدش فاهم اي حاجه. تعالوا نطبق مع بعض ونشوف قد ايه الموضوع سهل. دلوقتي ده بوش ليميت بتاعتنا. همسك الكلمتين اطلعهم فوق شويه وهاخد منهم نسخه وانا ماسك الت شيفت. وكلمه يور عشان ما تضايقنيش هعمل اد نيو بيج وهاخد الكلمه دي بكنترول اكس واحطها هنا كنترول في عشان تبعد عني خالص لغايه ما احتاجها. ادي بوش ليميت اللي فيها لون. اللي تحت الاتنين دول بوش ليميت النسخه التانيه، همسكهم هما الاتنين وهخليهم اوتلاين. طيب ازاي اخليهم اوتلاين؟ هتيجي هنا عند افكتس وتروح مختار هولو، والثيكنس هتسيبه 50 زي ما هو.
طيب بعد ما عملنا كده هنعمل ايه؟ هتروح فاتح هنا positions وتشوف اللايرز وتتأكد ان الكلمتين دول فوق الكلمتين دول، بمعنى انك تمسك الكلمتين تحطهم كده، يعني push هنا بقت فوق push اللي ورا، وليميت هنا الاوتلاين بقت فوق ليميت اللي هي مليانة باللون او الفيل. وبعد كده هتحط الكلمتين دول فوق الكلمتين دول، هتبتدي تحرك بوش ليميت وتحطها قدام بوش ليميت اللي فوق بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعد ما حطيتهم فوق بعض همسك الاربع كلمات وهنزلهم في النص تاني عشان اعرف اتحكم فيهم كويس. طيب اللي انت شايفه قدامك دول 4 كلمات، 2 قدام و2 ورا. تعالى بقى اشرح لك على اللايرز عشان افهمك انت هتعمل ايه. عندك كلمتين وعندك كلمتين، ما بينهم هنحط لاير ريكتانجل. الريكتانجل ده معوج، والريكتانجل هنا اللي هو المستطيل. هنحط مستطيل عادي خالص ونعوجه، ولما اعوجه واحطه في المكان ده ما بين الكلمتين دول هيبقى موجود فوق الكلمتين اللي فيهم لون ورا، فهيبتدي ان هو يخبي لي الكلمتين دول في الحتة اللي هو هيعدي فيها، وهيظهرهم في الحتة اللي هو مش هيعدي فيها. اعتقد الامور ابتدت توضح. تعالوا ننفذها مع بعض كده خطوة خطوة وهتلاقوا الامور بسيطة. فكل اللي عليك عشان تجيب الريكتانجل هتيجي تضغط على elements هنا، وهتيجي في الشيبس وتختار سكوير عادي خالص اللي هو الشيب ده. وبعد ما اخترته طبعا الشكل بتاعي راح ورا، فانا هجيب الشكل ده اطلعه قدام عشان اعرف اتحكم فيه كويس. وبعد ما جبته قدام ابتدي اطول طوله شوية واخلي لونه هنا، خليه لون مقارب للاسود دلوقتي، وبعد كده هنغير لونه لما نبتدي ان احنا نخليه كده الشكل النهائي. مطلوب منك انك تخليه بالشكل ده وتقلل الاوباستي بتاعته عشان تشوف هو هيقطع معاك فين بالظبط في الكلمة. يعني انا بص بطوله بحيث انا الجزء اللي انا بعدي منه الريكتانجل الجزء ده كله هيبان فيه اوتلاين، والجزء اللي مش بيعدي فيه ريكتانجل هيبان بالشكل اللي انت شايفه ده. فكده عدى قطع في كلمة ام، بس انا عايزه جزء شوية من كلمة ام واس يبانوا بالشكل ده. وبكده انا اكون خلصت الريكتانجل بتاعي. ابتدي ان انا مطولوش زيادة عن اللزوم، اظبطه بالظبط على قد الحتة اللي انا عايزه يقطع فيها زي ما انت شايف كده. وبعد ما ظبطت مساحته ومكانه ابتدي ان انا ازود الاوباستي تاني زي ما كانت واخلي لونه اسود. وبعد ما خليت لونه اسود هتفتح معايا البوزيشن وهتفتح معايا اللايرز وهتيجي تحطه في المكان اللي انا قلت لك عليه هنا اهو. لقيت الموضوع اتحقق، بقى عندك جزء من الكلمة outline وجزء من الكلمة fill. الشكل ده طبعا شكل جميل جدا في الطباعة، يعني الشكل ده بيبقى رائع جدا في الطباعة لو هو عليه طبقة من الديرت كده او واخد ديرتي لوك كأنه متوسخ او متقطع. بس قبل ما نعمل الكلام ده احنا عايزين كمان نرسم الريكتانجل اللي حوالين الشكل بتاعنا برضو راجع مني ورا. فكل ما تلاقي شكل راجع ورا تروح جاي هنا عامل اللايرز ماسك الشكل بتاعك مطلعه قدام، تظبطه الاول بعد كده ترجعه ورا. الشكل ده انا عايزه اوتلاين وهو موجود عندي هنا فيل، فكل اللي عليك ان انت هتيجي في الكالر هنا وتختار نو كالر، بعد كده تيجي في البوردر وتعمل البوردر تفعله. وبعد ما فعلت البوردر هخلي الثيكنس بتاعه هنا 15 وهضغط على انتر، فكده يبقى كله تمام. وهتيجي عند البوردر كلر وتختار نفس اللون الاحمر بتاع التصميم بتاعنا، ويفضل هنا انك تعمل زوم ان شويه عشان تعرف تتحكم في التصميم بتاعك زي ما انا اتحكم كده. المسافات لو انت مش عارف تظبطها بعينك ارسم ريكتانجل صغير وحطه هنا وابتدي حركه، حطه هنا واعمل نفس المساحه. انا عشان راجل قديم فبعرف اظبط حاجه بعيني كويس، واحيانا برضو بتقلش مني، ولكن يعني انتوا ممكن الموضوع يبقى متعب شويه في الاول لغايه ما تظبط معاك من كل النواحي مسافة تبقى ثابتة. طبعا هتلاحظ ان هنا لو دخلنا هتلاقي الحروف من هنا راوندد، فما ينفعش ان انت تبقى محوطها بريكتانجل يكون ايدجي كده، فلازم تلف البوردر بتاعك. هتيجي هنا عند الكورنر راوندنج وتبتدي انك تزودها لغاية ما تلاقي ان الكورنر زي ما انت شايف بيلف مع الحرف بالشكل ده. ولو عملنا زوم اوت هتلاقي المنظر بقى جميل جدا. ولحد هنا احنا زي الفل. اللي محتاجينه لغاية دلوقتي ان احنا نحط الطبقة بتاعة الديرت بتاعتنا على كل اللي احنا عملناه ده. عشان ما تتلخبطش في اللايرز امسك كل ده واعمل كنترول جي. كنترول جي هنا بتعمل جروبينج، بتخلي الشكل ده كله عبارة عن جروب واحد بحركه بضغطة واحدة من غير ما امسك عنصر واسيب التاني. وبعد ما عملت كده هاجي هنا في الاليمنتس اختار كلمة ديرت واضغط انتر، بعد كده اجي في الجرافيكس واعمل سي اول. وبالظبط الديرت رقم 9 ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هو ده اللي انا هختاره. فلما هضغط عليه هلاقيه خفيف هنا، ولكن هتلاقي في الماجيك ريكومنديشن ان هو عمل لك هنا ديرت
أتقل شوية وهو ده اللي أنا اخترته، وطبعًا كل ده مجاني تقدر تستخدمه ورايا عادي جدًا، فكل اللي عليك إنك هتختاره وتضغط عليه هتلاقيه جالك هنا، وبالشكل ده هتبتدي إنك تكبّر الdirt بتاعك. في هنا تريكاية، أنا عايزك تكبّر الdirt وتحاول إنك تجيب جزء هنا على الborder عشان يبان إن هو مع الحروف نفس الكلام، ومن تحت حاول إنك تضبّطه برضه إن هو يكون قاطع معاك مع الborder بتاع الrectangle اللي أنت راسمه، يكون عامل فيه تفريغات بالشكل ده، وبعد ما عملته هابتدي إن أنا أحرّكه إن هو كمان يقطع معايا في الضلع الشمال زي ما أنت شايف، فكده لو أنا عملت zoom out هتلاقي إن هو بقى قاطع مع الضلع اللي فوق والشمال واللي تحت. الجزء ده لسه نضيف، فهناخد copy من نفس الdirt ده، تمسك alt shift وتبتدي تجر ناحية يمين، ممكن تعمل هنا flip horizontal عشان الموضوع يبقى شكله أشيك، فتبتدي إنك تعمل نفس اللي إحنا عملناه برضه، تعمل هنا شوية قطعيات وتعمل على يمين وتحت نفس الكلام بالشكل اللي أنت شايفه ده، وبكده أنا خليت الديزاين بتاعي used أو عليه dirt بالشكل اللي أنت شايفه قدامك. وبعد ما خلصت الكلام ده كله نسينا كلمة اسمها your تحت، هتروح واخدها كنترول اكس وحاططها هنا كنترول في، وبعد ما حطيتها عايز ان انا اظبطها بالظبط في وسط التصميم بتاعي، واجي هنا في الايفكتس واعمل لها اوتلاين، والاوتلاين عشان يفرغها وهستخدم فيه اللون الاسود. بعد ما كتبتها اصبح التصميم بتاعنا جاهز، وبعد ما كتبتها أصبح التصميم بتاعنا جاهز. طبعا الأمور قد تبدو سهلة، ولكن ساعة التطبيق هتلاقي فيه حاجات كتير جدا بتتلخبط فيها، فاوعى تنخدع إن أنا بعمل حاجة قدامك بسهولة وسلاسة. كل الحاجات دي أنا بعملها بخبرة سنين، إنما أنت لما تيجي تجربها لأول مرة هتتلخبط في كل حاجة. فلازم عشان تعمل الستايل ده كويس لازم تطبقه كتير بإيدك، ولازم حد يتابعك ويتابع النتيجة بتاعتك، وتقدر إنك تنضم على جروب التليجرام، وأنا بقدم لك الخدمة دي بشكل مجاني تماما. الجروب ده عليه 7000 واحد بيتعلموا جرافيك ديزاين، وتقدر انك تكون واحد منهم. اتمنى يكون درس خفيف عليكم وتكونوا استفدتم منه، واشوفكم في دروس جاية كتير.